اوقات بتلاحظ وانت بتاكل مش قادر تفتح بقك للاخر او تقفله بشكل كويس، في الم بشكل متكرر، المفصل بيطلع بره عن مكانه وبتحس بصوت طقطقه. ايه تشخيص الحاله دي وايه اسبابها وعلاجها؟ خليك معايا لاخر الفيديو وهتعرف ايه سبب الكلام ده. في البدايه الجزء اللي بيحصل فيه الالم اسمه التمبرو مانديبولار جوينت، يعني المفصل اللي رابط ما بين الجزء ده من الجمجمه والفك السفلي. عندنا في الجنبين نفس الموضوع. سبحان الله من عظمه ربنا ان المفصل ده بالذات بيتحرك في كل الاتجاهات، معاك فوق وتحت يمين وشمال، حركه دائريه عشان يقدر يقوم بوظيفته الطبيعيه في الاكل والمضغ. الاسم الطبي والتشخيص للمشكله اللي احنا بنتكلم عليها اسمها التمبرو مانديبولار ديس اوردر. ممكن يظهر لك فجأة وممكن يكون ألم مزمن، ولو عندك ألم متكرر ومش قادر تقفل وتفتح بقك بشكل كويس أكيد عارف إن ده ممكن يأثر على حياتك اليومية وعلى أكلك ومضغك. خليني بقى اعرفك شويه من اسباب المشكله دي. اول سبب بيبقى في عندنا بايت مس الاينمنت، يعني سوء اطباق الفكين على بعض. الفك العلوي والفك السفلي ما بيطبقوش بشكل كويس، يا اما بتلاقي الجزء العلوي من الفك طابق بشكل غلط على الجزء السفلي، جاي يمين شويه جاي شمال شويه، فده في حد ذاته بيسمع فين؟ بيسمع في المفصل. تاني سبب صرير الاسنان او البروكزيزم، يعني الناس اللي عندهم مشاكل في العصبيه بتلاقيهم بيجزوا على اسنانهم في النهار او بالليل وهم نايمين، فده في حد ذاته بيسمع عند المفصل هنا وممكن يسبب التهابات مزمنه وهو ده اللي بيسبب الوجع. ثالث سبب الارثرايتس او التهاب المفاصل، تآكل الغضاريف او العظم مش بس بيأثر على الايدين او على الركب، كمان ممكن يأثر على المفصل زي ما احنا بنتكلم. رابع سبب لا قدر الله لو حصل اي تروما او خبطه في المفصل هنا بيأثر على الغضاريف اللي جوه المفصل وبتكون سبب في المشكله. بيظهر شويه اعراض للحاله اللي زي كده وعايزك تاخد بالك كويس جدا معايا. بتلاقي دايما صداع يا اما في الاسنان او في الودن، ممكن تسمع صوت طقطقه او فرقعه في الفك في الجزء ده او تحت شويه. في الحالات المتقدمه من المشكله دي بتلاقي حصل تيبس عند المفصل، فبنلاقي الحاله مش قادر يفتح بقه عن درجه معينه، هو كده اخره ومش قادر يقفله عن درجه معينه. بنلاقي كمان في ليميتيشن او حدود في الحركه، بدل ما احنا بنتحرك كده يمين وشمال براحتنا بنلاقي ان المشكله هي للاسف مش قادر احرك غير حركه بسيطه بس يمين او شمال او فوق او تحت. في اقصى الحالات خطوره بتلاقي الفك بقى خلاص قفل ما بيفتحش، وده في الحالات الخطره ولازم تتحل بجراحه، وده نادر جدا حدوثه. ممكن عندنا في العياده لما بنعمل اشعه بانوراما او CBCT بنلاقي شويه تغيرات تشريحيه في العظم هنا او في المفصل، بنقدر نحدد ان في المشكله دي موجوده ولازم نتدخل في حلها. طيب يا سيدي امتى هتروح لدكتور الاسنان؟ لو وصلت لمرحله انك مش قادر تاكل طبيعي او الالم او اي حاجه من الاعراض اللي احنا قلنا عليها بقت موجوده بشكل يومي، يبقى لازم فورا تروح لدكتور الاسنان. ساعتها الدكتور هيشخصك ويقول انت محتاج علاج بسيط او محتاج جهاز حمايه ليلي او محتاج تقويم او هيحولك على طبيب جراح علشان يبدا يتدخل بعمليات جراحيه متقدمه لو الحاله محتاجه كده فعلا. ممكن في حالات معينه يبقى الموضوع بسيط جدا، محتاج كمادات دافيه ونحطها على الجزء بتاع المفصل، او نروح لدكتور علاج طبيعي هيعمل معانا جلسات 2 3 لغايه لما المشكله تهدى معانا. لكن عايز افكرك ان دكتور الاسنان هو اللي هيحدد لك الموضوع بسيط لانهي درجه عشان تروح فين والحل هيبقى ازاي. لو المشكله في الفتح والقفل لدرجه معينه وصلت انك مش قادر تفتح بقك ومش قادر تقفل بقك بشكل طبيعي، ما تستناش الحاله تسوء، روح فورا لدكتور الاسنان. انا حاتم دكتور اسنان، ولو عايز اي معلومه عن الاسنان ما تنساش تعمل لي متابعه. سلام.